السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم جميعا. النهاردة السبت 15 فبراير 2025. هندردش في مجموعة كده من الأسهم المهمة ما بين دعم ومقاومة، وهنتكلم عن الاي جي اكس 30 والاي جي اكس 70 وأسهم القروش. وهنبدأ كده بالاي جي اكس 30 إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا قايلين بقالنا فترة ان الاي جي اكس 30 في داون ترند او في قناة هابطة على المدى المتوسط. جه هنا في جلسة الأربع عمل بانيك ونزل لحد 29,000 تقريبا. كنا محددين 29,000 تلات اتنينات دي دعم ليه. هو نزل تحت منه كمان وجاب 29,040 ورجع ارتد وقفل في نفس الجلسة عند 29,660. جلسة الخميس عمل شمعة إيجابية باختراق الخط العرضي ده عند 29,850. 29,850 اختراقها بشمعة إيجابية. بس لو طلعنا هنا اهوت هنلاقي عندنا هنا مقاومة الخط ده. ممكن نغير لونه عشان يبقى مميز شوية. الخط الأحمر ده. طيب الخط الأحمر ده هنا اهوت عندنا مقاومة عند 30,200 مثلا. 30,200. 30,200 دي مقاومة، يعني احنا اخترقنا هنا مقاومة، هنلاقي هنا مقاومة نزل منها أكتر من مرة على المدى المتوسط. ادي مرة دي كده أولنا هنا، ودي مرة نزل منها عمل عندها 3 شمعات ونزل، ودي مرة كمان، ودي مرة قرب منها مقدرش يوصل لها ونزل. طيب احنا عندنا هنا، احنا عشان عندنا يخطي الحتة دي أو يعديها عايزين محتاجين فوليوم كبير جدا جدا. يعني ليه؟ لأن عندنا برضو هنا خط العرض ده عند 30,000 تلات تلاتات. 30,000 تلات تلاتات. وعندنا الخط الهابط ده، خط الترند الهابط ده عند 30,200. يبقى عندنا هنا أكتر من مقاومة في الحتة دي، فعشان يعديها عايزين فوليوم جامد. فأعتقد إن احنا هنريح من الحتة دي. يبقى عندنا هنا الدعم الجلسة القادمة 29,840 ل850. ما قدرش يثبت عندها وينزل، عندنا بعد كده 29,600 ثم 29,150 ل 29,200. طيب بعد كده هنتكلم على اي جي اكس 70. طيب بالنسبة ل AGX 70 عندنا هنا اهوت ارتد من الدعم عند 8200، وجا في جلسة الخميس عمل شمعة إيجابية برضو، عمل الهاي بتاعها 8430. هيبقى عندنا هنا مقاومة هنا عند 8450.
مقاومتنا 8450. عندنا دعم هنا في 8330. يليه الدعم اللي بعد منه 8225. جو جرين من ساعة ما نزل ادي كده شمعة 4 شمعات سلبيين، وبعدين عمل شمعة يوم الخميس ايجابية، لم فيها شوية. كان اللو بتاعها جنيه 29 قرش، والهاي 1.54، كلوز 1.54. طبعا هنا في اول الجلسة كان اللو بتاعها 1.54، قفل 1.66. جاء بعد كده اللو بتاعها برضو هنا 1.55، كلوز 1.59. وهنا في جلسة 11/2 كسرها لتحت وجاب جنيه 41 قرش. طبعا هنا الارتدادة دي اعتقد اللي هي ارتدادات تصريفية. السهم ده مش هيبقى ليه تحليل لان ملوش هيستوري عندي، بس كل الهيستوري اللي عندي ال4 شمعات دول. فدلوقتي هيبقى عندنا اختراق الخط ده هيبقى ايجابي، لكن اعتقد ان هو مش هيقدر يخترقه ويرجع يجني ارباح من هنا. هيبقى عندنا هنا المقاومة هنا في الحتة دي عند الجنيه 55 قرش. مقاومتنا جنيه 55 قرش. في حال تخطيها هيبقى عندنا ايه المقاومة اللي بعد مننا بناء على الهيستوري الصغير ده عند الجنيه 66. السهم ده ملوش تحليل فني لان ملوش هيستوري عندي، فانا ببني وجهة نظري ورؤيتي على ال4 شمعات دول بس. اكت فاينانشال لف من عند 3 جنيه 23، وعندنا هنا في جلسة الخميس عمل هاي 3.36. اعتقد المقاومة بتاعته هنا خط الترند المكسور ده حوالين 3 جنيه و40 قرش. 3 جنيه و40 قرش. دعمنا 3.25 لحد 23، لان السهم كسر القناة الصاعدة. ادي كده جرب مرة عليها 2 3 وفي الرابعة كسر. هيبقى عندنا مقاومة 3.40 وتحول للسلبية بكسر القناة الصاعدة دي. هنتكلم على اسهم القروش. اريبيا، نبدأ باريبيا انفستمنت. اريبيا عندنا هنا الخط العرضي الاسود ده الكبير ده مقاومة مهمة جدا جدا جدا. هيبقى ايجابي، هو ايجابي بس هتزداد الايجابية بتخطي 55 قرش. جلسة الخميس فتح 53.8، كان الهاي بتاعه 55.3، وبعدين نزل لحد 54 لحد 53.4، كلوز 54. اعتقد بتخطي 55 قرش يتحول للايجابية او تزداد الايجابية. عندنا هنا دعم خط الترند ده عند 53 قرش، يبقى دعمنا 53 قرش. قناة صاعدة على المدى المتوسط، قناة صاعدة على المدى المتوسط. اختراق كاذب كده في جلستين كده في شهر 1 اللي فات، ومرة في 3/2 في أول الشهر. وارد اللي هو يخترقها اختراق كاذب ويرجع تاني يطلع يجيب. عندنا هنا مستهدف عند 58 قرش اللي هو سقف القناة الصاعدة. سهم إيجابي، تزداد الإيجابية فقط على المدى المتوسط باختراق 55 قرش. طيب نشوف سباير كابيتال. سباير كابيتال بيجني الأرباح عرضي وعنده هنا فجوة في الحتة دي. الهاي بتاعها 28.5، يبقى عندنا هنا مقاومة في 28.5. قبل 28.5 عندنا هنا في المقاومة دي أو سوري الدعم ده حوالين 29 قرش اللي 28.5، وعندنا هنا برضو 28 قرش. يبقى الحتة دي منطقة دعوم من أول 28 قرش على المدى القصير جدا، من أول 28 قرش لحد 29، 28 29. مقاومته عند 32 قرش، تخطيها نحدثها نبتدي نتكلم على الأهداف اللي بعد كده عند 34 قرش وفوق. يبقى عندنا من أول 38 قرش، من أول 38 قرش دعوم لحد 29 قرش. وصول برضو دعمه حوالين الجنيه، كسر الجنيه يبقى دعمنا 85 قرش مرورا بالفجوة دي اللي عند 92 قرش. فعند 92 قرش يبقى دعمنا حوالين الجنيه في أصول، كسرها يجيبنا 91 قرش أو لحد 92 قرش. تحت منها الخط العرضي اللي هو كان ماشي في القناة العرضية دي
عند ال85 قرش. أموك عندنا هنا مقاومة حوالين ال8 جنيه، جاب جلسة الخميس وصل لحد 7 جنيه 93 قرش، وكلوز 7 جنيه 80. وهيبقى دعمنا هنا اهوت 7.80، يليها منطقة 7 جنيه و70 قرش. على المدى المتوسط فهو إيجابي على المدى المتوسط. على المدى القصير في بعض السلبية، قد يرجع يختبر الدعوم دي تاني. وهنا اللو بتاع القناة دي بتاع الشمعة دي في 12/2 كان 7 جنيه ونص تقريبا، قد يرجع يختبر ال7 ونص تاني، وساعتها تتحدد القوة بتاعته. وصل لها وارتد منها يبقى إيجابي، ما قدرش يرتد، ما قدرش يوصل ليها وارتد من قبل منها، تزداد الإيجابية. الغزل والنسيج برضو فوليومه قليل والفوليومات قليلة بتاعته. دعمه هنا 3/8، دعم اسكندرية الغزل والنسيج 3/8. عندنا هنا مقاومة في 9.25. سامح يدي. اسماعيلية مصر للدواجن خبط في الخط العرض دي عند المقاومة هنا اهوت عند 99، قدر يتخطاها. عندنا مقاومة تانية في 10.25 أو 10.20، ودعمنا هنا في 9 جنيه و20 قرش. السهم باصص لتحت، الماكت باصص لتحت. الألمونيوم العربية بشمعة الهامر دي، اللي بتاعها 13 جنيه و6 قروش، كلوز 13.35 ولف من عندها. هيبقى عندنا أول مقاومة حوالين 14 جنيه أو أقل من 14 جنيه عند 13.75، ودعمنا 13 جنيه. تخطيها يودينا 14 ونص، ثم 15 ونص. السهم على المدى المتوسط هو عرضي ما بين 13.75 أو 13 جنيه لغاية القرب 16 جنيه. ادي نزل مرة وارتد ولف وطلع، ونزل هنا عند 13.75، لف منها وطلع تاني، جاب 15.70 ونزل تاني. بعدين يعني نازل طالع، السهم نازل طالع في الحتة دي. عمال يعمل جبال وهضاب، ونازل طالع ما بين 13 جنيه وقرب 16 جنيه. طبعا الناس الشاطرة بتيجي تشتري عند 13 وتبيع على مراحل لحد 16، يجي عند 16 تبيع، تنزل تاخد من تحت لحد نشوف هيخترق 13 اللي تحت ويكسر، ولا يخترق 16 جنيه ويطلع، ونشوف أرقام تانية. أعتقد الحتة دي المسافة بين هنا 2 جنيه ونص تقريبا، هنقول 16، يعني في حدود 18 جنيه في حال اختراق 16 جنيه.
الماكت بتاعه باصص لتحت، وسلبي لحد دلوقتي، سلبي على المدى المتوسط. وهنا الفوليومات قليلة جدا في النزول، وهنا برضو نفس الكلام، في النزول كانت الفوليومات قليلة جدا، نفس الكلام هنا برضو قليل. بتزيد الفوليومات في حالة الصعود. في سهمين برضو مهمين عايزين نتكلم عليهم، المصريين للإسكان وليفت سلاب من أسهم القروش، وجدوى برضو مهم برضو، جدوى وشارم دريمز وبريميوم. بريميوم اعتقد اللي هو عنده مقاومة في 95 قرش، هنبص عليه برضو على ما اتذكر، برضو ممكن نبص عليه. بس هو ال- البرنامج مش مساعدني، مهنك شوية ليه النهاردة، واقف اكتر من بره. على ما اتذكر كده المصريين للسكان كان في قناة صاعدة، نبص عليه برضو.